أهلا بيكم. من الآيات المميزة بالنسبة لي في سفر نشيد الأنشاد واللي بقف قدامها دايما هي الآية اللي موجود في الإصحاح 4 وبالتحديد عدد 7. لما الاقي الكتاب بيقول على لسان سليمان: كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. يمكن أوقات بيجي علينا وقت وللأسف بنشوف نفسنا بعيون الناس ونقعد طول الوقت بنفكر أو ما بنشوفش نفسنا بعيوننا احنا ولا بعيون ربنا، لكن بنحاول نشوف نفسنا بعيون الناس. وفي الوقت ده بحس ان احنا بنقرر نبقى زي ما بتقول كده الأغنية ملطشة القلوب. ساعتها احنا اللي بنحكم ان قلبنا يدخل في دوامة يمكن تكون أكبر بكتير من احتمالنا أو من قدرتنا على إننا نحاول نتخطاها. مش عيب إنك تشوف نفسك بعيون الناس وتشوف انت واقع في ايه وتحاول تصلحه، بس المشكلة واللي هتكون مشكلة صعبة فعلا لما تقرر انك تلغي نظرتك انت لنفسك او تركن حتى نظرة ربنا ليك وتقتصر بس على رؤية الناس ليك. لأن الناس أغلب الوقت بتبص علينا من بره، بتشوف الظاهر وبس، لكن محدش بيعيش معاك صراعاتك الداخلية ولا بيقدر يعرف انت مريت بإيه في حياتك علشان توصل للحالة اللي انت عليها دلوقتي، ولا انك انت مريت في صعاب قد ايه واحتملت حاجات قد ايه علشان تفضل واقف على رجلك وعلشان تفضل قادر تكمل وقادر انك ما تستسلمش حتى او حتى انك تنكسر. مش عيب انك تحاول تشوف نفسك بعيون الناس، مش عيب انك تحاول تلاقي الحب والقبول في عيونهم، بس ما تخليش قبولهم ده يبقى هو المصدر الأساسي اللي بيكون رؤيتك الذاتية عن نفسك. معاك ان الاحتياجات الأساسية لكل إنسان زي ما موسلو كان بيقول في هرم الاحتياجات النفسية بتاعته انه يحس انه مقبول ومحبوب وكافي، بس لأن مش كل الناس بتشوفنا بالطريقة الصح ولا كل الناس بتدينا قدرنا الكافي واللي نستاهله واللي نستحق ان احنا نحس بيه في حياتنا، اننا نقبل اننا نكون قليلين في عيون نفسنا. والتقليل هنا مش بسبب ان احنا قليلين، لا، احنا ممكن نحس ان احنا قليلين علشان بس شايفين نفسنا بعيون حد غيرنا. يوم ما تعرف انك فعلا قوي وصلب، مهما الدنيا كسرت فيك لسه قادر تقف، مهما حاجات كتير خانتك لسه قادر انك تكمل وقادر انك تعافر وقادر انك تحاول، وحتى لو وقفت شوية فممكن تعتبرها استراحة محارب علشان تقوم وتكمل، علشان تقدر تقوم وتعافر من تاني. ساعتها بس هتبقى عارف ان رؤية الناس ليك هي صورة من بعيد. الصور طول الوقت ممكن تبان جميلة او ممكن تبان وحشة من بعيد،
لكن مفيش حد هيقدر يعرف يحكم على حقيقة الصورة غير لما يقرب. كل ما الإنسان بيعمل زوم كل ما الصورة تفاصيلها بتبان أوضح وبتبان أدق لعينه، يبتدي فعلا يعرف إنه يكون رأي صحيح، مش رأي بس من بره. وعلشان تقدر تعرف نفسك فعلا، وعلشان ما تستناش إنك تشوف نفسك بعيون الناس، ابدأ انت اعمل زوم على نفسك. ابدأ افتكر كام موقف كان صعب عديت فيه لوحدك، كام تجربة قاسية مشيت فيها، وكام طريق صعب مشيت فيه وقدرت فعلا انك تعديه وانك تقوم منه وتكمل. علشان تقدر تعيش مبسوط لازم تعرف انت ايه المميز فيك وايه الضعيف فيك، ايه اللي انت ممكن تستخدمه من حاجات مميزة فيك علشان تنجح اكتر، علشان تفرح اكتر، وايه الحاجات اللي لازم تتعامل معاها علشان تقدر تعيش من غير ما تكون عقبة في حياتك. صدقني يا صديقي، مفيش حد ممكن يقف في طريقك ولا في طريق سعادتك غير نفسك. لأن ممكن أوقات كتير بننسى حقيقة مهمة، وهي إن الناس جايز يبقوا محطات في حياتنا، محطة ممكن تدوم ومحطة ممكن تخلص، وحد ممكن يبقى هدية تكسبها العمر كله، وحد ممكن يبقى درس تتعلم من وجوده في حياتك حاجة مهمة ليك ولحياتك بعد ما يمشي. وسواء في الحالة دي أو الحالة دي، اطمن واعرف إنك غالي، إنك محبوب، وإنك أنت مش مهم الناس تشوفك إزاي، لكن المهم ربنا شايفك إزاي وربنا قبلك إزاي. لأن الواقع عيون الناس أوقات كتير قوي ممكن تبقى ظلمانة، أو ممكن ما تبقاش مديانا القدر الكافي من القبول اللي احنا محتاجينه. لكن وقت ما تروح لربنا ووقت ما تقرب انت من نفسك، انت اللي هتعرف تقدر نفسك، وربنا طول الوقت مقدرك، ربنا طول الوقت حبك. من الحاجات أو الصلوات اللي بسرح فيها لما بكون في القداس، لما الاقي أبونا بيصلي بالقداس الأغريغوري وبيقول قطعة أجيوس، ألاقي إن أبونا بيقول له: من أجلي أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها، من أجلي أقمت الطبيعة بالكلمة، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. ربنا بيحبك جدا، وعيون ربنا دايما شايفاك صح، حتى لو الناس كانوا شايفينك بصورة غلط، أو حتى لو كانت صورتك في الوقت الحالي مش هي أحسن حاجة ولا هي الصورة اللي انت كنت تتمناها. خليك عارف إنه قادر يغير في صورتك. وأكبر دليل على اللي بقوله هو لقاء السامرية بالمسيح عند البير. هي كانت خارجة وقت الظهيرة علشان تبقى بعيدة عن عيون الناس ومش عايزة تحتك بأي حد، لكن وقتها المسيح كان مستنيها عند البير واداها الحب اللي هي كانت بتدور عليه أو مشغولة طول الوقت وبتحاول إنها تلاقيه.
ومجرد ما لقت الحب ده فعلا اتغيرت وخرجت علشان تجرز وتبشر بأنها قابلت عند البير الشخص اللي قالها حكايتها كلها، الشخص اللي اداها الحب اللي كانت بتدور عليه، الشخص اللي لقت فيه السلام اللي كانت بتتمناه وبتحلم بيه في حياتها. ما يهمكش يا صديقي من عيون الناس شايفاك ازاي، طول ما انت عارف انك غالي على قلب ربنا ومميز. ما يهمكش من رأي الناس فيك طول ما انت عارف قيمتك الحقيقية اللي جواك، انك فعلا كلك جميل وانك انت مفكش عيب. ونتقابل على خير الحلقة الجاية.